اهلا بكم في فيديو جديد على قناه يوميات فتى عضلات. وحشتوني جدا يا جماعه. انا في الفيديو دوت جاي احكي لكم على مشكله بجد، يعني انا مش لاقي لها حل خالص. حاولت بكل الطرق وفعلا مش لاقي لها حل خالص. يا ريت بس الاول تعملوا لايك واشتراك في القناه مش مشترك. طبعا يا جماعه زي ما قلت لكم القناه هنا مش مجرد ان انا بشارك معاكم تجارب منتجات او بشارك معاكم حاجات او بتكلم في اي مواضيع. لا، في بعض الاحيان انا زي ما انتم شايفين كده ممكن اعمل فيديو ان انا استشيركم في حاجه، عايزكم انتوا اللي تساعدوني في حل مشكله مثلا او كده. لو تلاحظوا يا جماعه انا اول ما بدات اليوتيوب على جميع قنواتي يعني كنت ناشط جدا جدا جدا، بعمل فيديوهات كتير، والناس اللي متابعيني من زمان قوي عارفين ان انا يعني انا كنت خاربها خالص يا جدعان. يعني انا عايز اقول لكم انا كنت مثلا على تفكير وتدمير كنت بعمل بالثلاث فيديوهات في اليوم، بالثلاث فيديوهات في اليوم، ويمكن ده اللي كان ساعد ان قناتي تكبر بسرعه رهيبه. يعني كنت متوقع مثلا ان القناه هتوصل ل 100,000 مشترك في وقت معين. لما انا كثفت فيديوهات طك 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 وصلت ل 100,000 مشترك بسرعه البرق. ما خدتش وقت كتير بسبب المجهود المكثف اللي كنت بعمله، وكنت مبسوط قوي، كنت مبسوط قوي، كنت ناشط جدا، كنت ناشط جدا على اليوتيوب يا جماعه. وبجد والله انا زعلان، انا زعلان. انا عارف الناس مستغربه، انت في ايه يا فادي؟ انت ايه اللي حصل لك؟ انا بقيت يا جماعه يعني انا بقيت ساعات بقعد بالاسبوعين ما بنزلش فيديوهات، سواء على انا مره قعدت على تفجير وتدمير مثلا. والله كنت ببقى ساعات بقعد بالشهر، بقعد ساعات بالشهر ما بنزلش فيديوهات. وعلى فتح عضلات برضك مره ساعات بقعد بالشهر ما بنزلش فيديوهات. الامور بالنسبه لي ملخبطه خالص يا جماعه. المشكله ان انا من جوايا عايز ارجع، عايز ارجع زي ما كنت. الريتش عندي ضرب جامد، وفي ناس كتير بتقول لي فادي انت في ايه عندك؟ انت الريتش بتاعك ماله يا فادي؟ انت ما قناتك اتخسف بيها الارض ليه كده؟ الموضوع يا جماعه مش عارف الاقي حل، مش عارف الاقي. بصوا يا جماعه انا المشكله عندي في ايه دلوقتي يا جماعه. طبعا انتوا عارفين انا حكيت لكم الموضوع ده قبل كده. انا شغال شغل الصبح، شغل حكومي يعني، تمام. فطبعا انا يا جماعه بصحى من 7 الصبح، والله يا جماعه زي ما بقول لكم كده بصحى من 7 الصبح، وعقبال ما برجع بيتي بتبقى الساعه مش اقل يعني مثلا 3 ونص 4. فطبعا انت بره البيت 8 ساعات، بنتكلم في 9 ساعات كمان. فمعظم اليوم رايح، معظم المشكله ان انا برجع. يعني في ناس طبعا هتقول لي طب يا فادي ما انت قدامك باقي اليوم، ودي حقيقه انا قدامي باقي اليوم، بس برجع عشان الصحيان البدري ده برجع. والله يا جدعان في ايام كتير ما ببقى قادر. انا عايز اقول لكم انا بشرب كوبايه القهوه ساعات. بصوا والله هقول لكم ايه. طيب يعني انا بشرب كوبايه القهوه مكثفه جدا، بحط معلقتين بن صدقوني، معلقتين بن ومن غير ولا معلقه سكر. شوفوا بتبقى مرة قد ايه وبشعة قد ايه، وبستحمل عشان افوق، وساعات اشربها وبرضك مفوقش من كتر السهر، من كتر الصحيان بدري، من كتر مش عارف. المشكلة ان انا مش عامل الفيديو ده عشان اديلكم مبررات انا ليه ما بعملش فيديوهات. انا مش محتاج ادي مبررات، ما انا لو طالما انا مش قادر اعمل فيديوهات ما انا ما اعملش وخلاص. لكن انا حابب اشارك معاكم عشان تساعدوني في حل. ان انا كل يوم يا جماعه بعشم نفسي ان شاء الله هقدر اعمل فيديوهات اكتر، وان شاء الله هحاول اعمل خطه ان انا اقدر اكثف فيديوهات زي والله يا جماعه عندي افكار كتير عايز اعملها، مش عارف يا جدعان، مش عارف. واليوتيوب ما عادش مساعد. اليوتيوب يا جماعه من ساعه ما خوارزميات وانظمه اليوتيوب اتغيرت وانا الدنيا عندي بقت بايظه خالص. لان اليوتيوب يا جماعه انتوا عارفين طبعا ان الموضوع اختلف عن زمان. يعني انا ايام زمان مثلا كان ممكن اعمل على فتح عضلات مثلا، ابسط مثال فيديو واحد في الاسبوع كان بيجيب ريتش حلو جدا، وكانت القناه ماشيه حلو جدا، وبزيد مشتركين كتير والله يا جماعه وكان عندي افكار جامده جدا كنت ناوي اعملها. بس الموضوع ما عادش مساعد. يعني الموضوع مش عارف اشرحها لكم ازاي. بصوا يا جماعه اليوتيوب دلوقتي طبعا انتوا عارفين ان عدد قنوات اليوتيوب تخطى 50 مليون قناه. قنوات رهيبه كل يوم بتتفتح، كل يوم يا جماعة كمية رهيبة جدا من قنوات اليوتيوب اللي بتتفتح كل يوم. فطبعا الموضوع بقى عامل زي ماراثون. اللي هو ايه، انت الوقت مثلا هنفترض ان اليوتيوب قدامه قنوات كتير جدا، هنقول عندنا 10 قنوات، واليوتيوب ما عادش قادر يدعم ال10 قنوات. طبعا زمان يا جماعة اول لما اليوتيوب
اتعمل زمان. كان عايز اقول لكم في فيديوهات تافهه ممكن ما بتمثلش اي حاجه ولا لها اي هدف، ممكن تلاقي الفيديو ملايين مترشقه على اليوتيوب، ملايين المشاهدات من غير اي حاجه، من غير اي فكره اصلا. ان زمان يا جماعه اليوتيوب انت دلوقتي منصه جديده عايز تنتشر وعايز تتوغل في العالم كله، فتخيل ان مفيش مثلا غير في بدايه اليوتيوب الا مثلا هم 10 قنوات مثلا اللي موجودين. طب هيدعمهم دعم شديد ويجيب لهم ملايين المشتركين وملايين، انت بس اللي موجود. فلما القنوات كترت بدأ الدعم يقل، بدأت المشاهدات تقل على القنوات، بدأ اليوتيوب يدي أفضلية. انت دلوقتي انا قدامي 10 قنوات تمام، منهم مثلا قناتين بينزلوا طق مكثف فيديوهات كتير، وفيديوهات كتير حلوه، يعني مش اي فيديو، مش كتر فيديوهات برضك هو على الفاضي، فاهمني؟ لا يعني فيديوهات كتير وحلوه في المحتوى اللي الجمهور مهتم بيه والكلام ده. طيب ال10 قنوات دول، في قنوات بتنزل فيديو كل اسبوع، وفي قنوات بتنزل كل يوم، وفي بينزل اكتر من فيديو في اليوم. انا ادعم مين؟ انا ما انتش قادر ادعم ال10 قنوات دول، هدعم مين؟ انا مش قادر ادعم الا قناتين، هختار انهي قناتين؟ القناتين اللي بينزلوا اكتر. طب والباقيين؟ خلاص الباقيين ما هي بقت كده اليوتيوب ما عادش قادر يدعم كل القنوات اللي موجوده، قنوات رهيبه جدا جدا جدا، 50 مليون قناه، اكتر كمان من 50 مليون قناه. فاصبح انا اتظلمت في وسط الموضوع ده، وكل القنوات اللي بقت بتنزل قليل اتظلمت في الموضوع ده. ما هو برضك مش هنقول، مش قصدي ظلم يعني، بس هو فعلا تخيل انت بعد ما بنيت متابعين، وبعد ما بنيت قنواتك وبقى عندك متابعين كتير جدا، لمجرد ان انت بتتأخر اليوتيوب يخسف بك الارض. مفيش. والموضوع مش الموضوع يا جماعة مش اللي هو بسهولة ان انت لما هترجع تنتظم هتلاقي القناة الريتش بتاعها ظبط. لا، الموضوع محتاج مجهود كبير، كأنك بصوا يا جماعة حرفيا كأنك بتبني القناة من يا جماعة المشاهدات اللي كنت بجيبها في اول ساعة من نزول، والله يا جدعان كنت بنزل الفيديو بجيب 10,000 مشاهدة، ولسه الفيديو نازل من اول ساعة 10,000 مشاهدة. الوقت انا بقى ممكن الفيديو بالاسبوعين ما يجيبش 10,000 من كتر ما انا بتأخر في الفيديوهات، وعايز احل المشكلة ومش عارف. المشكلة كمان ان اليوتيوب المشكلة كبيرة يا جماعة، المشكلة مش سهلة، المشكلة كبيرة جدا. الموضوع مش مجرد ان انت تنشر فيديوهات كتير. حاولت في فترة من الفترات ان انا اكثف فيديوهات عشان القناة ترجع وكده والناس ما تستغيبنيش وكده، فكنت بعض الفيديوهات بتبقى مش في المحتوى قوي، فاهمني؟ فلا ده ضر القناة اكتر. انتوا متخيلين الموضوع ماشي ازاي؟ يعني انت لازم تنزل كتير وفي صميم محتواك وبجودة عالية كمان، مش اللي هو تنزل كتير ككترة وخلاص. طب انا اعمل كل ده ازاي؟ انا مش عارف. المشكلة يا جماعة في حاجة. طب انتوا عشان في ناس هتقولي طب ما انت يا فادي يعني برضك زمان كنت بتنزل اكتر من دلوقتي، فانت حتى ادائك ضعف كتير عن زمان. يعني انت حتى لو افترضنا ان انت كنت زمان بتنزل فيديو في الاسبوع، انت حتى دلوقتي ما انتش بتنزل فيديو في الاسبوع. طب ايه اللي حصل؟ طب حاول ارجع تدريجي. بقول لكم مش عارف، في مشكلة هنا، في مشكلة يا جماعة. ويمكن الناس اللي شغالة في الحكومة تعرف الموضوع ده كويس قوي، او يمكن كمان الناس اللي شغالة برضك في القطاع الخاص تعرف الموضوع ده كويس قوي، ان انت مش ملك نفسك. القوانين كل شوية بتتغير، وهي دي المشكلة. القوانين كل شوية بتتغير. انت الاجازات اللي بتاخدها النهاردة بكرة ممكن ما تعرفش تاخدها. كل شوية في قوانين جديدة. فعلا انت مش ملك نفسك. انت مش ملك نفسك. كل شوية في قوانين جديدة، كل شوية في مواعيد جديدة، كل شوية في أنظمة جديدة. فكل ده أثر عليا، خلاني مش عارف، ما انتش عارف حرفيا، ما انتش عارف أعمل فيديوهات. وأنا زعلان على نفسي جدا يا جماعة، أنا زعلان على نفسي جدا، لأن أنا والله يا جماعة إمكانياتي أكتر من كده بكسبكم اللي انتوا بتشوفوه ده يا جماعة. أنا عارف انتوا على فترة عضات حتى مستغربين إن أنا الفيديوهات اللي كنت بعملها بقالي فترة كبيرة مجرد إن
ان انا بجيب اي اكله من مطعم اجربها. لا يا جماعه، مش دي امكانياتي الحقيقيه. انا يا جماعه امكانياتي اكبر من كده بكتير. انا عندي افكار كتير جدا عايز اعملها، وعندي حاجات بس مش عارف يا جماعه، بكلمكم بامانه. فانا دلوقتي عايز حد يساعدني في ان انا اشوف حل، ان انا مش عاجبني الوضع كده. انا بجد مش ما عادش عاجبني الوضع كده. مجهودي بقى كله في الهوا. لاني انا مهما تعبت في ان انا يعني بص اقول لكم على حاجه. انا ممكن يجي عليا وقت مثلا تلاقيني كل يوم عمال انزل فيديو، بعد كده غصب عني مثلا تعبت من كتر المجهود، من كتر الضغط عليا، مش قادر. فاجي افصل اسبوع فتره مش قادر اشتغل، الاقي القناه ترجع كاني يا ريت ترجع للصفر، ده تحت الصفر كمان. ف بكلمكم بأمانة يا جماعة، أنا وصلت لمرحلة صعبة جدا، وأنا مش راضي عن نفسي يا جماعة، مش راضي عن نفسي. مع ألعاب كتير بحبها ما عادش عارف ألعبها، فيديوهات كتير بحب أعملها على فضلات ما عادش عارف أعملها، مش عارف أنزل أي حاجة. وده من الفيديو ده يا جماعة بكلمكم بأمانة، أنا مش بشتكي لكم، أنا عايز حد يساعدني في حل. طب أعمل إيه؟ مش عارف. هل مثلا يا جماعة، يعني مثلا لو أنا استخدمت مشروبات الطاقة، والله القهوة ساعات بقت، يعني ساعات ما بقتش بتعمل معاها حاجة. انت القهوة برضك يعني انت لو مثلا مطبق يومين ورا بعض مثلا، القهوة تعمل لك ايه؟ ولا كأنك بتشرب مية اساسا، مش تعمل لك اي حاجة. يعني لو حد مثلا اتحط يا جماعه في نفس الظروف اللي انا فيها دي وعارف يوصل لحل يفيدني. هل مثلا لو انا شربت مشروبات الطاقه هل كترها غلط؟ انا مش عارف. هل مشروبات الطاقه ليها اضرار؟ انا عارف المشروبات الطاقه دي بتبقى كافيين مركز قوي قوي قوي، فمش عارف. طب هل ايه الحد المسموح بيه؟ طب مش عارف يا جماعه بجد. اللي يقدر يساعدني في اي حاجه في الموضوع ده يفيدني بجد، لان انا والله يا جماعه مراضي عن نفسي ومراضي على اللي انا فيه دوت. انا خلاص انا بنتهي في اليوتيوب بسبب ان انا ما عنديش عارف اظبط اموري. انا عمال كل شويه كل ما بتدفن تحت الارض. الخوارزميات الجديده ما بترحمش. ما هو قنوات كتير. الموضوع بقى بشع. انا هقول لكم ايه، انا والله يا جماعه انا بقالي سنه كامله بس بحاول بس اوصل، حتى هقول لكم ايه، بحاول اوصل لربع الريتش اللي كنت بوصل له قبل كده. حتى مش عارف انتوا متخيلين الموضوع وصل لايه. انا الفيديوهات اللي هي يعني انتوا هقول لكم ايه، الفيديوهات حتى البسيطه اللي هي ما فيهاش فكره قوي، او اللي هي مش بتاخد مجهود قوي، انا ما عادش عارفه اعملها. يعني انتوا متخيلين الموضوع وصل معايا لايه؟ والله العظيم يا جماعه انا وصلت لمرحله انا زعلان على نفسي، لان انا بنتهي في اليوتيوب ومش عارف الاقي حل. بجد مش عارف. تخيلوا مشكلتي وقت مش مشكلة. تخيلوا عندي مهارات وعندي والله العظيم عندي افكار اكسر الدنيا ديت. انا كان زماني يا جماعة اقسم بالله كان زماني مكسر مدغدغ الدنيا في اليوتيوب، بس مش عارف الظروف مش مساعداني خالص. مش عارف. عملت كل حاجة مش عارف. يا ريت يا جماعه بجد اللي عنده حل يقدر يساعدني يقول لي، لان كده الموضوع ما عادش منه جدوى. يعني انا لدرجه ان خلاص مخي هيضرب. مش عارف، مش لاقي حلول. الموضوع قفل معايا.